جوج اصابات خطيره تسبب فيهم لاعب واحد، وشكون غيعوض الزلزولي في المونديال؟ في هذا الفيديو غنعطيوكم كواليس ماتش النرويج والاسماء المرشحه لتعويض الغيابات. نبداو بالماتش. 60 دقيقه الاولى ضد النرويج كانت واعره والفرقه بينات على مستوى كبير، ولكن الكارثه الحقيقيه في هذا الماتش ماشي هي التعادل اللي جا مورا 7 ديال التبديلات. الكارثه هي اللي تسبب فيها لاعب واحد، المهاجم النرويجي سورلوت. هذا اللاعب تدخل بعنف ودفع النصير مزراوي وخرجوه من الماتش، وموراها في واحد الكورنير دفع المدافع شادي اللي طاح نيشان بالثقل ديالو على ركبات عبد الصمد الزلزولي حاول ينوض يكمل ولكن ما قدرش وطاح. مزراوي عنده غير ضربه خفيفه وغيكون واجد ان شاء الله للماتش البرازيل. ولكن الزلزولي للاسف الفحوصات بينات ان عنده التواء في التربيطه وغادي يغيب 4 ديال السيمانات، يعني المونديال سالا بالنسبه ليه. وهنا كيتطرح السؤال، شكون هو البديل؟ حسب قانون الفيفا المدرب محمد وهبي عنده الحق يعوضه بلعاب من اللائحه قبل الماتش الاول، والخيارات المطروحه بقوه هي سفيان بوفال، الزبيري، مهما ولا بن جديه، او يقدر يعتمد على اللعابه اللي كاينين في دكه الاحتياط بحال سفيان رحيم والطالبين اللي كيلعبوا في نفس البوست. ولكن باش نواسيو راسنا، حتى المنتخبات اللي معنا في المجموعه الثالثه كيعانيو. البرازيل تعاد لهم الظهير الايمن ويزلي، واسكتلندا تضرب لهم وسط الميدان غيلمور. وهاد الاصابات الكثيره في بزاف ديال المنتخبات ماشي صدفه، هاد الشيء راجع للتنظيم الكارثي في ميريكان. تخيلوا معايا حطوا عشب طبيعي فوق عشب اصطناعي، هاد الشيء اللي هلك الركابي ديال اللاعب، وحتى بعض اللاعبين والحكام لقاو مشاكل في المطار. وبلا ما نساو درجه الحراره اللي عندهم عاليه بزاف. قطر دارت مونديال خيالي وكل شيء انتقده، وميريكان دارت كوارث تنظيميه وكل شيء ساكت. المهم الماتش ديال البرازيل قرب. في رايكم نتوما شكون هو اللاعب اللي كتشوفوه مناسب باش يعوض الزلزولي في هذه الظرفيه؟ واش بوفال ولا الزبيري ولا شي اسم اخر؟ وشنو رايكم في هذه الفضائح ديال ميريكان؟ خليو لي الاجوبه ديالكم في التعليقات، وما تنساوش لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد.